أهم قضية اليوم هاشتاج شغال في البلد سنة. الراتب ما يكفي الحاجة، وفعلا الراتب ما يكفي الحاجة. الرواتب من الثمانينات السلع تضاعفت 20 مرة، الرواتب ما تضاعفت إلا 15%. هل ناقشها مجلس الشورى؟ ما يتجرأ يجيب العساف يستجيب بالقاعة، ما يقدر. في استجوابات الآن ما موجودة في استجوابات يا عبد الله، نقاشات. تعال تفضل علينا نبي نناقشه كذا تتكرم. المجلس بحاجة إلى إعادة غربلة. احنا في هالعصر هذا في عهد الملك عبد الله يحفظه بحاجة إلى أنه يولي هالمجلس أهمية، وبحاجة أنه يضع المجلس أمام مسؤوليته التاريخية. البلد في وضع، أنت شايف الوضع اللي حولنا، البلد في حالة اقتصادية متعافية على الآخر، متعافية على الآخر. احنا نكتب للناس يا أخوي، احنا قضيتنا الناس، احنا نتكلم عن الناس. أنا لما قلت له ستزيد الرواتب شئت أم أبيت يا وزير المالية، وش سوى؟ رد راح اشتكاني على وزير الإعلام. هذه توها ما لها 3 شهور، راح اشتكاني. ليش تقول إنه شئت أم أبيت؟ يا أخي منطق، يا أخي عقل. السيارة اللي بال80 عام 80 ميلادي يأخذها المواطن ب10,000، اليوم يأخذها ب100,000، تضاعفت 10 مرات. السلعة اللي أنا كنت أشتريها في أزمة الخليج ب100 ريال اليوم أشتريها ب1000 ريال. طيب أنا الفارق الهائل هذا في الرواتب، أنت إيش اللي سويته؟ السيارة اللي كنا نشتريها قبل 20 سنة بمبلغ اليوم تدفع 10 أضعاف. طيب الرواتب يفترض أنها تلاحق. يا أخي المفتي الله يطول عمره قبل يومين وش قال؟ وش يقول؟ يقول إنه الآن يحق لك تدفع الزكاة على الموظف حتى لو كان راتبه كثير. معناته الشعب كله صار يعيش على الزكاة. وش الكلام هذا؟ طيب دراسة تريليون ويعيش على الزكاة. الدراسة اللي قدمتها جمعية الملك خالد الخيرية اللي تكلمت على أنه فوق 8,000 هذا تحته هو حد الفقر، تتفق أنت مع الدراسة؟ أتفق تماما، وأحيي الأمير فيصل بن خالد على الدراسة وعلى المؤسسة اللي قدمت دراسة للأمانة، دراسة وطنية صادقة. لكن وش سووا لها؟ ناقشها وزير المالية؟ ما ناقشها، لأنه كوزير مالية ما يرد يا رجل، الرجل هذا ما يرد. اطلع للناس قاعدين الشعب كله بالكامل يقول الراتب ما يكفي الحاجة، وانت ولا انت سائل عنه. من نسأل، نروح نسأل وزير المالية الكويتي ولا وزير المالية القطري ولا وزير المالية الإماراتي؟ انت وزير ماليتنا يا اخوي، اطلع علمنا. الراتب ما يكفي الحاجة، وش البدائل اللي عندك؟ كيف التضخم؟ ايش الحلول اللي قدمتها لنا؟ انت